اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير قوي ما بصورش معاكم. النهارده طبعا اول يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين. اول يوم عيد الفطر، كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. وبألف صحة وبألف حال يا رب كويس. النهاردة هنعمل مع بعض، هنجهز مع بعض الفطرة بتاعتنا، اللي كل البيوت المصرية بتجهزها أساسي عشان العيد طبعا. وكل سنة وانتم طيبين حبايبنا اللي بيجولنا في البيت، بيجوا يزورونا ويعيدوا علينا، طبعا ربنا ما يقطعها علينا عادة يا رب. طبعا دلوقتي انا معايا، هنسمي بالله كده، انا معايا السوداني بتاعي. طبعا الحاجة كلها لسه جاية في الكيس كده. معايا هنا برضو شوكولاتة اهي، ده نوع شوكولاتة. معايا ده برضو نوع تاني، كذا نوع يعني مشكل، برضو هوريلكوا دلوقتي. معايا هنا بودوفور، ماشي اهو. طبعا بقى توضيبات العيد لسه فرشين كالعادة. وده بسكوت وكحك برضو، هوريهولكوا واحنا بنحطه مع بعض. اول حاجة هحط كده في جزء كده السوداني. طبعا في الترمس بحطها في التلاجة، بس ده اخر حاجة بصراحة بحطها. يعني مثلا انا بجهز الفطرة بتاعتي دلوقتي، اما بلاقي ان حد جالي خلاص بحط الترمس ساعتها عشان ما ينشفش مني، وما يبقاش طعمه ما بيتغيرش بس بينشف منك. كده حطينا عين كده فيها السوداني، بنكتب السوداني كده على جنب. هناخد البودوفور، بسم الله. يبقى احنا كده معانا سوداني، معانا ترمس، هنحط البودوفور هنا، يبقى ده سوداني. هنحط نسيب هنا الترمس، وهنجيب هنا البودوفور زي ما انتم شايفين كده. بصوا، طبعا البودوفور كله مش محشي زي ما انتم شايفين. اسفه اسفه جدا. بصوا، طبعا بقى عايزه تحطي لب، عايزه تحطي مكسرات، زي ما انتي متعودة في بيتك بالظبط. انا بديكي فكرة، برضو فكرة بسيطة، بحيث الغلا برضو اللي احنا فيه والتكلفة. انا بحاول ان انا اديكي فكرة وانتي تمشي بقى دنيتك في البيت. تفهميني؟ اهو، نجيب دي كده، ممكن نجيب واحدة كده عشان ما تبقاش كلها مش مشكلة. اهو، اهو، بس كده. احنا كده البيض بتاعنا كده خلصناه. هنجيب بقى البسكوت والكحك، بسم الله. طبعا بقى البسكوت بتاعنا شوفوا جماله اصلا، بصوا بسكوت ما شاء الله يعني. بصوا، عين واحدة هحط فيها الكحك والبسكوت مكان واحد مع بعض، لان طبعا اللي بيجيلك برضو ما بياكلش. يعني هو لو خد حاجة بس كده عشان انت يعني ايه بتقعدي تعزمي وكده، والباقي برضو ما بياكلش. بصوا اهو البسكوت بتاعنا القمر ده، بصوا مقرمش كده وتحفة بجد طعمه، ما تزهقيش منه. نحط بقى الكحك بتاعنا الدايب، بصوا اهو، كحك دايب كده ما شاء الله عليه بجد. بصوا، بصوا جماله، والله طعمه بقى خيال. طبعا انا ما عملتش الحاجه دي على فكره، انا ما صورتهاش معاكم. اهي، حصل ظروف وكده، فانا بقالي فتره اصلا ما بصورش. فاتمنى بقى تحطوا اللايك بتاعكم واشتراككم في القناه عشان تشجعوني، عشان ما اغيبش عنكم تاني. يبقى كده زي ما انتم شايفين، معايا هنا كحك وبسكوت، معايا بودفور، معايا سوداني، هنا الترمس زي ما انا قلت لكم. هنبدا بقى نشكل الشوكولاته بتاعتنا. معانا هنا برضو نوع كده من الشوكولاته اهو، بحط 3. ونبدا نحط برضو من انواع البسكوت بتاعتنا. بصوا، عشان برضو الاطفال بتبقى فرحانه اصلا بالشوكولاتات دي. بصوا اصلا انواع جميله والله اهو. طبعا الحاجات دي ماما اللي جايباها لي، ربنا يديها الصحه، وبابا وحماتي برضو، ماما جوزي ربنا يديها الصحه، دي برضو ماما التانية اكيد، بس عشان انا بقول حماتي عشان تبقوا عارفين يعني. ربنا يديهم الصحه ويبارك فيهم يا رب.
وهنحط بقى الترمسينا زي ما انا قلت لكم، ويبقى كده دي الفطره بتاعتنا. وبتعملي بقى شاي بلبن، بتعملي لبن. طبعا الصوت ده اسف على صوت الخروشه، ابني ما قدرش يصبر ماسك شوكولاته وهياكلها. طبعا بقى زي ما انا قلت لكم هتعملي بقى كوبايه شاي مع البسكوت، لبن، شاي بلبن، حلبه، ليسون، اي حاجه متوفره عندك في البيت برضو من غير اي تكاليف، عشان برضو الظروف اللي احنا بنمر بيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. اتمنى تحطوا اللايك بتاعك واشتراكك في القناه عشان يوصل لك كل جديد انا بعمله. مع السلامه.